اول ما اتجوزت كانت علاقتي انا وجوزي جميله وكنا زي السمنه على العسل، لحد ما جه اليوم اللي الشاحن بتاعه باظ فيه. فطبعا استولى على الشاحن بتاعي وابتدى يعتبره من حقه الشرعي زي الشبكه كده. وفكرت وصل الموضوع لمحاكم الاسره، بس قلت في نفسي خليكي انت الكبيره يا بت يا نانسي. وامبارح بقى حصلت حاجه عمري ما هنساها، وقد ايه كنت انا غبيه. كنت بكلم صحابي على الواتساب في موضوع مهم، وفي وسط الهري ده لقيت الموبايل بيقول لي انه هيفصل. واكيد معظمكم عارفين ايه اللي بيحصل في اللحظه دي. وبقيت زي لاراجوز لحد ما وصلت للشاحن. ومن هنا بقى بدأت الحكايه، لان ساعتها انا كنت ماسكه برتقاله في ايدي ومن غير اي وعي، ومعرفش ده حصل ازاي. بدأت احط الشاحن في البرتقاله واتصدمت لما لقيت التليفون مش بيشحن، وشلت الشاحن ووصلته تاني وانا كل ده مش واخده بالي من غبائي، لحد ما اتنرفزت وبدأت اشتم من جوايا وبعلو صوتي. ندهت على جوزي وقلت له انت بوظتلي الشاحن بتاعي، اتفضل بقى تنزل دلوقتي حالا تجيب لي شاحن جديد. لقيته بصلي بنظره كلها احتقار من فوق لتحت كده، ومسك مني الشاحن وحطه في التليفون وقال لي انا مش هرد عليكي، انا هكتفي اني ادعي لك بالشفا وادعي لنفسي ان ربنا يصبرني على الكام سنه اللي هعيشهم معاكي.